خدي بس معلقة واحدة من العلبة دي أو دي أو بقى المشكلة دي، ضحكوا عليكي وقالولك خدي راس التوم افرميها والعروش ارميها، دي كنز. هقولك ازاي تعملي 6 أنواع مختلفة من التوم تقعد معاكي من السنة للسنة لكل أكلاتك من غير ما يجمد أو يغير لونه. كمان هقولك ازاي تعملي توم بودرة بطريقة جديدة وسريعة. من الآخر كده أنا هعرفك على سر التتبيلات والأكلات اللذيذة، بجد هتدعيلي بعد الفيديو ده. بس طالبة منك تشجعيني أجمل لايك كده عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس، كمان تسمي وتصلي على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. أنا هكون أمينة معاكي وعايزاكي بس كده تديني الفرصة ال9 دقايق دول عشان أشرح لك الفيديو وتعرفي إن شاء الله تنفذي التوم السنة دي عندي تفريزه بالطريقة الصحيحة. بصوا بقى، أنا بجيب طبعا التوم وأهم حاجة يكون طري، يعني ما تستنيش تجيبي التوم وتفرزيه لما ينشف، لا إحنا عايزينه طري كده وأخضر زي ما هو موجود الأيام دي. كل اللي بعمله إيه؟ إن أنا طبعا بمسك سكينة ببتدي أنضف خارجيا. العرش بقى بتاع التوم الطويل ده انا مش هرميه، انا زي ما وعدتك انا هعمل بيه النهارده تفريزات للتوم هتنفعك جدا. طبعا نضفت القشره الخارجيه والراس بتاعه التوم. هنا بقى بيقابلني مثلا وانا بنضف تومه بيبقى فيها مثلا براعم كده صغيره برميها، لا طبعا دي كنز وهي دي اللي هستخدمها. ببتدي ايه اشيلها على جنب في طبق. ركزي بقى في اللي هعمله. ادي التومه بعد ما نطفت، طبعا عشان التوم ما بيتغسلش انا بقى بنضفه ازاي؟ زي ما انت شايفه كده اديتها شق بالطول، وبعدين شلت القشره الخارجيه اللي ايديا مش نظيفه مسكتها، وقطعت الساق من تحت لان السكينه مش نظيفه برضو ايه قطعت بيها وانا بقشر ايه التقشير الاولي. دلوقتي بقى عملت ايه؟ قسمت العرش بتاع التوم ل3. اول جزء معايا اللي هو تحت الراس على طول ببتدي افتحه من النص كده وبشيل منه الجزء الخشب، بيبقى جزء ناشف شويه صعب في الفرم. ونص الساق حطيتها لوحدها والجزء الثالث حطيته لوحده. اصبري عليا بس احنا هنبدأ النهارده وهقول لك كل حاجه بالتفصيل. راس التوم بقى شلت القشره الخارجيه اللي ايديا ما كانتش نظيفه ايه مسكته، دلوقتي انا ايديا نظيفه والسكينه نظيفه وشغاله ايه بنظافه. فتحت الراس شلت الجزء اللي بيبقى ناشف اللي موجود في نص الراس، بس عشان التوم طري انا ما قابلتش ايه اجزاء كتيره ناشفه. وهنا بقى بسقف لنفسي واشجع نفسي لان الموضوع خد مني ايه طبعا مجهود جامد. يبقى هنا عملت الراس التوم الابيض لوحده، الجزء اللي تحت الراس لوحده، ده الجزء اللي في النص، والجزء الاخير بقى القشره البيضه الخفيفه اللي كانت فيها الفصوص البيضه مع اخر الساق بتاع التوم او اخر العرش. يبقى احنا كده قسمناهم. اولا بقى الجزء النص اللي هو اللي نص الساق اللي احنا حطيناه في النص ده هفرزه زي ما هو كده، وده خدي منه بقى احلى بوكيه جرنيه، حطيه تحت اللحوم، حطيه في الشوربه، بيدي نكهه مش ممكنه. بفرزه زي ما هو في علبه كده، ساق زي ما هو ولا بيجرى له اي حاجه من السنه للسنه. حطيه في كيس او علبه وعلى الفريزر على طول. نيجي بقى للجزء اللي هو الاخير اللي احنا خدنا القشره بتاعه التوم الجوانيه النظيفه بعد ما قشرنا القشره اللي مش نظيفه والساق الاخيره خالص من العرش، ودول بقى هعمل بيهم احلى توم بودره في الدنيا. طبعا اول مره تشوف التوم البودره بالعرش بتاع التوم اوعي ترميه، فعلا ده كنز. بس بعمل ايه؟ بفتحه، لازم تفتحيه عشان الحراره ايه تدخل له. حطيته بقى في فرن هادي على درجه حراره 150، والصينيه دي حطيتها في الميكروويف، واصبري عليا سيبناهم بقى كده ساعه وكل شويه اقلبهم. ودلوقتي ابتديت على طول افرم في راس التوم الابيض في الكبه. طبعا انا ما بحبش اديها فرمه جامده، يعني نص فرمه، وقدر الله ما شاء فعل الكاميرا ما صورتنيش وانا بحط اهم اضافتين في التوم المفروم ده. بفرزه بايه يا جماعه؟ يعني كميه ال10 كيلو توم اللي انا عملتهم دول حطيت على الطبق ده كوبايه من الملح وكوبايه من الزيت وانا بفرمه. بصوا بقى ما شاء الله، ما بحط زيت وبحط ملح التوم ما بيجمدش، التوم ما بيسودش، التوم ما بيبقالوش اي ريحه خالص في الفريزر. بصوا معلش بقى بعتذر جدا، كنت فاكره الكاميرا شغاله. هو ما فيش غير الملح والزيت، وادعي لي ونسيه بقى من السنه للسنه. لو حطيتي صابعك كده في خليط التوم كده دقتيه لازم يبقى مالح، يعني كل كيلو هياخد معاكي مثلا ربع كوبايه ملح وربع كوبايه من الزيت. هنا بقى الراس الابيض عمل معايا 3 علب كبيره، والكيس ده برضو تقدري تقسمي الكيس ده لمكعبات بس كده. يلا نطلع على الفرن كده وننقي الورق اللي هو ناشف. اهم حاجه درجه حراره فرنك تبقى 150 عشان ايه تعملي احلى توم باودر وتديله تقليبه كل شويه. يلا بقى نجهز الجزء اللي هو تحت الراس على طول اللي احنا شيلنا منه اي حته ناشفه. بصي اي حته ناشفه بتقابلني بطلعها، بقطعه كده لقطع صغيره عشان اسهل على نفسي الفرم في الكبه. ضروري ضروري التوم يبقى يا جماعه لسه اخضر ولسه طري، لو ناشف مش هينفعي تستفيدي بالعروش دي خالص وهتتعبك في الفرم. يبقى ده الجزء اللي تحت الراس على البراعم الصغيرة اللي لقيناها. طيب يلا بقى نجهز خلطاتنا. أولا معايا راس من الجنزبيل، معايا كوباية من الفلفل الأخضر المفروم، ودي هريسة الفلفل الأخضر اللي عملناها من شهر مع بعض، ومعايا هريسة فلفل إيه
احمر. كمان معايا بقى ايه؟ راس من الكرفس. الكرفس بخزنه عندي في الفريزر، ورق كده زي ما هو بينفعني جدا، زي ما فرزنا الخضره وفرزنا السبانخ. شايفين طالع مفرز اخضر ازاي؟ يلا بقى نعمل اول تتبيله. هناخد شويه من العروش المقطعه، هنحط عليها الكرفس، هنبتدي كده نديها فرمه في الكبه. لازم الصراحه بقى عشان اكون امينه معاكي يبقى عندك كبه كويسه وبتفرم حلو. بحط بقى ملح وهحط زيت، وهو ده اللي هيسهل الفرم وهيلين الدنيا معاكي. تقدري تستخدمي كبه الخلاط، الكبه العاديه مفيش مشكله. ادي كده التوم بايه؟ بالكرفس. دلوقتي تاني حاجه التوم بالفلفل. طب يا ام ريان احنا ما عندناش هريسه شطه زيك، هقول لك عادي جدا، حطي فلفل اخضر واحمر، فلفل اخضر بس زي ما انت عايزه. وكل دورق بديله ربع كوبايه ملح، ربع كوبايه خل زي ما اتفقنا، وده بيلين الدنيا. كمان عايزه اقول لك لو ما فيش هريسه شطه احمر او اخضر عادي، الفلفل على فكره فيه ميه وهيلين الدنيا، يعني من الاخر هيسهل الفرم معاكي. بصوا بقى انا في الاخر اكتشفت ان الفرم في كبه الخلاط طلع اسهل بكتير وبيفرم احسن بكتير. فهنعمل بقى ايه؟ تالت تتبيله معانا، وهي ايه؟ اللي بالجنزبيل. بصوا بقى عملت اللي بالجنزبيل على شويه من العروش، وشايفين طالع معجون تحفه. يا سلام بقى عليه في شويه فراخ، في شويه شاورما، بيودي الاكل في حته تانية. يلا بقى نرجع للثوم البودر. كان نشف معايا وتهوى. حطيت اللي كان في الميكروويف على اللي كان في الفرن، بس عجبني اكتر والله بتاع الفرن. ليه بقى؟ لان الميكروويف ما بيهزرش، بيحرق مره واحده. فالفرن كل شويه هتقلبي لغايه اما البخار يخرج معاكي، وترجعي تردي اللي لسه اخضر وطري لغايه اما ينشف معاكي. وهتجيبي بقى المطحنه، وطبعا ما اكدبش عليكي الموضوع عايز كبه قويه ومطحنه قويه. اي حاجه تلاقيها لسه طريه سيبيها تنشف تاني في الفرن، وبعدين ابتدي اطحني. شايفين الجمال؟ يعني معلقه صغيره كده بمقام 10 من اللي بنشتريهم بره. بصوا دول كانوا لسه طراي معايا، دخلتهم الميكرويف تاني دقيقه او الفرن لغايه ايه اما يشدوا وينشفوا، وبعدين هطحنهم. لكن بنقي منها العروش البني او المحروقه عشان مش عايزاها تاثر ايه على لون التوم البودر. كمان بحب كده اديله نخله واخد الناعم بس، والقش بتاعه برميه او بعيد طحنه تاني لغايه اما اوصل ايه للقوام ده، يبقى بودره مفيش زيها. هجيب بقى برطمانات وابتدي اعبي احلى توم بودر. طب يا ام ريانه انا مش عايزه اعمل الخلطات دي بالعروش، اقدر اعملها بالثوم الابيض؟ هقول لك مفيش اي مشكله، عادي جدا اعمليها بجد هتنفعك. عملنا بالكرفس، دي عيدان التوم اللي هنستخدمها زي ما قلنا للشربات وللحوم والبوكيه جارنيه، وده معجون التوم بالجنزبيل التحفه الروعه اللي ما استغناش عنه. خدي بقى تتبيلات فراخ، تتبيلات سمك، وده اللي بالفلفل طبعا للسمك، وكمان للبتنجان والطماطم المخلله. ابداع يا ست الكل. شايفه التوم الابيض؟ والله بقاله يوم في الفريزر، ولا جمد ولا اسود ولا اي حاجه. انسي انه يسود ادام حطيتي الاضافتين اللي قلتلك عليهم. يلا بقى نقفل كويس وعلى الفريزر بالف هنا وشفا. فعلا تعبت يوم، بس ان شاء الله ارتاح طول السنه. تحيه لكل ست واقفه على رجليها تعمل احلى شغل لبيتها، ربنا يجعله في ميزان حسناتها. ما تنسوش بقى كده للتعب والمجهود ده تستاهلوه والله. دعوه حلوه من قلبكم، كمان شير عشان ان شاء الله الفيديو يبقى ترند. كان معاكي شيماء محمد، والسلام عليكم ورحمه الله.